السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده باذن الله هنعرف مع بعض ازاي نقدر نعمل فيديو ريل من الصفر. عندهم الأدوات والمعرفة اللازمة لتقييم الفرص الاستثمارية بشكل صحيح. الفيديو ده هيكون تتابع لسلسلة فيديوهات هناخدهم واحدة واحدة. ده هيكون أول فيديو، هنبدأ واحدة واحدة نتعلم فيهم ازاي نعمل فيديو ريل كامل دسم، أي تفاصيل معانا نعرف نظهرها بشكل كويس، نعرف نعمل لها مشاهد كويسة ونوصلها للجمهور بشكل بسيط ومفهوم. ومش هطول عليكم في المقدمة ويلا ندخل على الشرح على طول. وزي ما انتم شايفين دلوقتي ده المشهد اللي هنشتغل عليه. عندهم الأدوات والمعرفة اللازمة لتقييم الفرص الاستثمارية بشكل صحيح. تمام، مشهد بسيط جدا سريع نعرف بيه بس الفكره، وانت بعد كده تقدر تطبقها باذن الله في اي حاجه انت عايزها. يعني هنبدا اول حاجه خالص نعمل نيو كومبوزيشن. نروح كده نيو كومبوزيشن كاننا فاتحين لسه اهو فيديو جديد هنشتغل عليه. هروح اجيب الصوت اللي اشتغلنا عليه. تمام، ده جزء من الفيديو اللي فيه الصوت، نطفي الفيديو كده نخلي الصوت بس معانا. طيب اول مشهد هنا عندنا بتاع تعلم الادوات ده، زي ما انتم شايفين في لابتوبس كده 3 دي موجوده في المشهد، وكلمه الادوات بيبدا يتغير الفونت بتاعها وبتعمل وراها هايلايت، وفي الباك جراوند بتاعتنا سوليد كلر عاديه خالص عليها شادو. طيب هنعمل دول ازاي؟ الاول اول حاجه نبدا نعمل الباك جراوند. نروح للفيديو بتاعنا، كليك يمين نيو سوليد، نبدا هنا نختار اللون اللي احنا عايزينه للباك جراوند. انا في الفيديو كنت مختار يعني ايه لون كده زي ابيض غامق جراي فاتح، معرفش اسمه ايه. اوكي تمام، دي درجة اللون تقريبا اللي انا كنت مختارها هنا. تمام، طيب ايه التكتشرز اللي عليها دي كانت مع الشادو اللي انا جايبه. مبدئيا ازاي بنجيب شادو زي دي كده نحطها للفيديو بتاعنا؟ بكل بساطة انا مش هقول لك في شادو تحت الفيديو روح هاتها، لا، انت هتخش على جوجل. تمام، وتكتب ويندو شادو، تكتب ويندو شادو بالشكل ده، هتلاقي في ويندو شادوز كتير زي ما انت شايف. تعال دلوقتي نروح نجيب الشادو اللي انا كنت مستخدمها هنا اهي. تمام، اول ما تحط الشادو معاك بتبقى بالشكل ده. اوكي، طبعا ممكن تبقى او مثلا بعيده بالشكل ده، تبدا انت تظبط ابعادها على حسب الشكل اللي انت عايزه. مثلا هخليها بالشكل ده. اوكي، وبعد كده عشان لو الباك جراوند فيها لون مثلا فاحنا عايزينها تشف معانا على الباك جراوند، فبنيجي هنا نختار مالتي بلاي. اوكي تمام كده، حتى لو الباك جراوند بتاعتنا دي لون تاني. يعني تعالوا كده نجرب نعمل نيو سوليد، نخليها اي لون تاني، مثلا نخليها ولنفترض اي درجة بس اصفر كده. تمام، هتلاقي دايما الشادو اتعمل بس لون الباك جراوند فضل زي ما هو موجود. تمام، طيب هنشيل طبعا الصفرة دي، خلاص دي اللي احنا عايزينها. طيب الخطوة اللي بعد كده ان انا باجي على الباك جراوند دي وابدا اقلل الاوبستي بتاعها. تمام، لحد ما الاقيها بس مدياني كده ايه، تنت خفيف يدي مود في الفيديو. اوكي طيب، بعد كده هبدا بقى احضر المشهد بتاعي الاول اللي هنا. هو كان عباره عن ايه؟ زي ما قلنا كان فيه اللابتوبات وكلمه الادوات. طيب عايزين نجيب عناصر 3 دي زي اللابتوبات دي، زي المخ ده، اي عنصر 3 دي. يعني حتى الورق ده كان عنصر 3 دي انا جايبه. بنجيبه منين؟ بنروح برضو على جوجل. اوكي، ونكتب سكتش فاب. سكتش فاب اس كي اي تي سي اتش اف اي بي، لك بالظبط اهي. تمام، وبنيجي هنا تكتب اللي انت عايزه. احنا دلوقتي عايزين لابتوب، تيجي تكتب لابتوب. اوكي، تلاقي عناصر كتير معاك. اي عنصر جنبه الاصفر ده مدفوع. طيب اي عنصر جنبه داونلود ومفيش العلامه الصفراء فده فري، يعني ده العنصر اللي احنا استخدمناه. طيب بتحمله ازاي؟ بتضغط كده هنا على تحميل، وبتيجي هنا تختار جي ال بي. بنستخدم صيغه جي ال بي، هي دي اللي بتمشي معانا على افتر افكت. بنبدا ان احنا نختار اقل حجما عشان ما يتقلش معانا الموضوع على الفاضي. فاحنا بنختار مثلا اللي هو الواحد كيلو بايت ده، وتقول له داونلود، بيبدا ينزل معاك جي ال بي. طب ننزله عشان نجرب تجربه فعليه. اوكي مثلا ده المشروع بتاعنا اهو. انا هبدا اسحبه وارميه على المشروع. زي ما انت شايف اول ما تسحب اي عنصر 3 دي على المشروع بيبدا يجيب لك النافذه دي. اول حاجه تقول له ميك كومب سايز، هو حجمه مش مظبوط مع الكومبوزيشن اللي انت عامله، فلما تقول له ميك كومب سايز هو بيبدا يظبط حجمه مع الكومبوزيشن بتاعك، يبدا يظهر معاك كده في الكومبوزيشن. تقول له اوكي. طبعا في دلوقتي حاجه غلط انا عملتها، وهي ان احنا مش يعني لو هنستخدم عنصر 3 دي عشان نقدر نحط عليه افكتس، مش هنضيفه على الكومبوزيشن بتاعنا الاساسي. انا هرجع دلوقتي كنترول زد، هنروح نعمل نيو كومبوزيشن، كليك يمين هنا كده في البروجكت، هنروح على البروجكت، كليك يمين، نيو كومبوزيشن. اوكي،
ونبدا نضيف هنا العنصر ال 3 دي بتاعنا. يعني هبدا اجيب اللابتوب اهو، نقول له ميك كوم سايز ونقول له اوكي. تمام. ليه انا ضفته في كومبوزيشن جديد، ما اشتغلناش على طول في الكومبوزيشن اللي احنا كنا فيه؟ علشان مثلا انا عايز اضيف له شادو ستوديو، عايز اضيف له جلو، عايز اضيف له اي حاجه، الكلام ده كله مش هيكون يعني مش هينفع يتضاف لو على عنصر 3 دي يعني. اوكي، انت ضايفه من بره. ان انت لو لاحظت الكومبوزيشن اول ما بتضيف فيه العنصر 3 دي بيتنقل هنا لحاجه اسمها ادفانسد 3 دي. فالادفانسد 3 دي ما تقدرش تضيف على العنصر اي افكتس. اوكي، فدلوقتي هنيجي ادي العنصر بتاعنا. تمام. نقدر نيجي هنا على فيو نقول له تو فيو. ممكن نبدا ايه نرجعه كده مثلا، ونبدا ان احنا نعمل عادي الحركه بتاعتنا اللي احنا عايزينها بقى، والكي فريم للحركه اللي احنا عايزينها ايا يكن هي عامله ازاي. وبعد كده هناخده نستخدمه هناك ازاي. هنيجي كده اهو، نفتح هنا السهم ده، نفتح الترانسفورم. اوكي، ونيجي نظبط مكانه. احنا عايزين الاول البوزيشن بتاعه في الاول يكون عامل ازاي. يعني مثلا انا في الاول، تعالوا نحاول نعمل نفس الحركه اللي احنا كنت عاملها اهو. انا في الاول خالص كان البوزيشن بتاعه بالشكل ده، باصص في الاتجاه ده، فكنت نزله كده كده على ما اظن. تعالوا نشوف. ايوه، كان بالشكل ده في الاول، فهنعمله مثلا بالشكل ده كده اهو. اوكي، ونبدا نديله كي فريم على كل حاجه لو حابين، عشان لو عايزين نحرك بقى حركات براحتنا نزوم نرجع. انا دايما وانا بحرك اي حاجه 3 دي بدي كي فريم على كل حاجه، عشان مفيش حاجه حتى تفلت مني في النص مثلا كده واكون عايز احركها وابوظ الدنيا معايا. يعني لو دلوقتي عملت كي فريم على الاكس اللي انا اشتغلت عليه بس، بعد كده جيت قدام وعملت كي فريم، وانا شغال في النص عملت كذا كي فريم ونسيت اعمل كي فريم في النص، ساعات الدنيا بتبوظ مني وما بقاش فاهم انا ايه اللي حصل. افضل حاجه بالنسبه لي من وجهه نظري ان انا يا باشا كي فريم على كل الاكسس اللي عندك، البوزيشن والسكيل والاكس والواي والزد كل حاجه، علشان اي حركه تعملها خلاص هي اتعملت بالكي فريم بتاعها، ما تبقاش يعني. حتى انا هاجي هنا مثلا، هاجي قدام لما اجي اغير الحركه هو هيعمل لي كي فريم على الاكس اللي احنا اشتغلنا عليه بس. تمام. لا انا بفضل برضو ان احنا نروح جايين عاملين على كله. ليه؟ لان لو جيت هنا وغيرت في اكس تاني في السكيل مثلا، فهيبدا يغير لي طول المده دي. فانا عايز لا، ان انا يعني ايه، يبدا من هنا، يبدا دايما من اخر كي فريم انا عامله. اوكي، يعني ممكن اللي انا قلته اللي فات ده يكون مش واضح قوي، بس واحنا شغالين في الفيديو ده او في الفيديوهات الجايه هيوضح اكتر. المهم انا عملت اول كي فريم بدون رغي كتير يعني، وانا البوزيشن بتاع اللابتوب بتاعي كده او العنصر 3 دي بتاعي كده. هبدا تعالوا نشوف احنا كنا مخليين اللابتوب في الاخر يبقى ازاي. بيبدا يتعدل شويه. اوكي، فهاجي بعد مثلا ثانيتين. اوكي، وابدا ان انا اعدل اللابتوب كده مثلا، والفه برضو كده شويه عليا. اوكي، كده دلوقتي الحركه اللي معانا بقت بالشكل ده. تمام. ممكن اعمل لها ايز كليك يمين، ايز واجي على الجراف وابدا ان انا اشد الجراف بالشكل ده. طيب، هل بقى انا طول ما انا بحرك هفضل كل شويه اعمل ايز واخش على الجراف واعمله بالشكل ده؟ طيب في حاجه اسرع بكتير، وهي تعالوا نرجع كده خالص. لو انت عندك انيميشن كومبوزر، اوكي، لو مسطب انيميشن كومبوزر اللي هو في بريمير كومبوزر، في انيميشن كومبوزر لافتر افكت ده فري. تمام. هتلاقي في حاجه اسمها كي فريم وينجن، لو دوست عليها هتبدا تظهر لك النافذه دي. اوكي، لو حددنا على الكي فريمز بتاعتنا كده، طفينا هنا الربط ما بين التو اكسس دي. تمام. شدينا دي كده ودوسنا على الكي فريم دي، هتبدا تسرع لنا الفيديو الجراف من الاول وتبطئه في الاخر. يعني تعالوا كده نخش بقى على الجراف اترسم لوحده. تمام. العكس لو احنا عايزين مثلا في الاخر هو اللي يبقى سريع، نقدر نشد الاكس ده كده ونشد ده كده. تمام. وندوس على العلامه دي. تمام. نحدد بس عليهم وندوس على العلامه دي، هندخل على الجراف هتلاقيه اترسم العكس. عايزهم في النص، هي اسرع حاجه. تقدر تيجي كده تجيب الاتنين دول في النص، تحدد على الكي فريمز كده بقى في النص. اوكي، بدل ما تقعد ومش شرط بقى تعمل ايز ولا اي حاجه، انت على طول حدد الكي فريمات بتاعتك وارسم الرسمه اللي انت عايزها من هنا على طول. تمام. واعمل له كده يا باشا. خلاص كده هو بقى سريع في الاول وبعد كده بيبقى ابطأ. تمام. طبعا انا ممكن اجي هنا في الحركه اللي في الاخر دي وابدا
او ممكن اجي في اللي في الاول دي والفها اكتر شوية عشان الحركة تطول معايا اكتر بالشكل ده. تمام كده عملنا حركة اللابتوب زي الفل. اوكي ده كومبوزيشن 6. هنروح على الفيديو بتاعنا عادي خالص ونروح نجيب كومبوزيشن 6 اهو، نشده على الفيديو بتاعنا بكل بساطة كده بقى معانا اللابتوب بالحركة بتاعتنا. عندهم الادوات. تمام نقدر بقى ان احنا هنيجي هنا طبعا هنخلي اللابتوب 3D ونبدأ اننا نوزعه بقى. يعني انا هنا كنت موزعه ازاي؟ تمام كنت موزع واحد هنا لبره شويه، واحد لجوه، واحد خارج لبره، وهكذا. فاحنا ممكن اول حاجه بس نعمل عليه الايفكت بتاع الشادو ده عشان ما نقعدش نضيفه في الاخر على واحد واحد. فهنيجي على اول واحد هنا ونروح نختار افكت شادو ستوديو 2 اهو. تمام هبدا اقلل الاوبستي في الماستر بالشكل ده. اوكي وهبدا اقلل الاوبستي في الستارت بالشكل ده. تمام واعلي الديستنس شويه، ممكن اقللها شويه، ممكن اعلي السوفتنس شويه. تمام اهو هبدا مثلا اخد اول نسخه من اللابتوب دي واحطها مثلا هنا كده. يعني انا بعد شويه ترتيب حسيت ان الترتيبه دي كده اكتر واحده شكلها لطيف. عندهم الادوات. تمام كده عملنا عندهم الادوات. عنصر ال 3 دي بتاعنا. عايزين بقى نضيف الجمله اللي كانت متضافه، الكلمه دي، الادوات دي، عندهم الادوات. ونشوف ازاي تتحرك بالشكل ده. فهنروح على المشهد بتاعنا، نجيب تكست تول ونكتب الادوات. لو الكلمه ما ظهرتش معاك بالشكل ده عشان الفونت انجلش فمش هتظهر معاك الا لو غيرت فونت عربي. فعادي كمل كتابه وبعد كده حد عليها بالشكل ده وروح هنا وغير الفونت. هنخلي مثلا الفونت VIP هالة ده مثلا. اوكي هنخلي ده برضو 3D. نيجي كده نظبط مكانه على حسب ما احنا عايزين، نكبر السكيل شوية. اوكي نخلي لونه يعني مش اسود ولكن جراي غامق قوي مثلا بالشكل ده. اوكي بعد كده هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله اننا هنقرب كده ونروح على كلمة الادوات دي. عندهم الادوات. وكل 5 فريم، يعني هنيجي بعد كل 5 فريمات بالشكل ده ادي اهو 5 فريم. كنترول شيفت دي، كنترول شيفت دي 15، كنترول شيفت دي، كنترول شيفت دي، كنترول شيفت دي، كنترول شيفت دي، كنترول شيفت دي بالشكل ده. عندهم الادوات والمعرفه اللي ممكن هنا كمان كنترول شيفت دي. اوكي ونيجي على كل لاير من دول ونغير الفونت. يعني الادوات هنا هنخليها هنا المره دي مثلا VIP سمير. طبعا نحاول نشد كده واحد منهم عشان نظبط عليه باقي المقاسات. بعد ما نغير كل الفونتات بالشكل ده تمام ارجع بقى رجع قص الفونت بتاعك تاني كده على ال5 فريمات الاولانيين. هتيجي تتفرج هتلاقي عندهم الادوات ان هو بدأ يتغير بالشكل ده. طبعا تعالوا نعلي الاوبستي بتاعت اول كلمة. عندهم الادوات والمعرفه اللي تمام كده عملنا كلمة عندهم الادوات اهي. عايزين نعمل هايلايت اللي وراها. اوكي كل اللي علينا ان احنا هنروح نقف في اي حتة فاضية كده ونروح نجيب البين تول، نقرب كده ونبدأ نرسم. نعمل نقطة كده ونعمل نقطة كده، نحاول نخليها بس مظبوطة. اوكي ونبدأ نتأكد ان احنا قافلين الفيل وسايبين الستروك، ونبدأ نعلي في الستروك عشان يبدأ يعمل لنا هايلايت بالشكل ده. اوكي نخليه 3D برضو، ننزله تحتيهم تحت الكتابة. طبعا نخليه بقى بأي لون احنا عايزينه مثلا. اوكي تمام. بعد كده عايزين نعمل له بقى انيميشن الحركة اللي كانت معمولة دي. فهنعمل ايه؟ هنيجي على الاخر هنا. اوكي ونفتح كده. بعد ما نفتح ممكن نيجي هنا على اد تريم باس. اوكي ونيجي كده نفتح التريم باس ونقفله عند الاند، ونيجي في الاول ونبدأ نقلل
من الاند ده، او نخليها زيرو عموما يعني، ادي زيرو. اوكي كده هو هيبدأ يتحرك وهو ده شغال بالشكل ده، بس احنا عايزين نعمل له ايز برضه، فممكن نحدد عليه كده نخليه سريع في الاول بس مش قوي بالشكل ده، هيبقى عندهم الادوات والمعرفه. تمام. فبكده احنا عملنا العناصر ال 3 دي اللي في المشهد عندهم الادوات والكلمة تمام عندهم والهايلايت اللي الادوات ورا. والمعرفه. اوكي طيب عايزين عندهم بقى الادوات. عندهم نعمل الادوات المشهد التاني، او ممكن ما نعملش المشهد التاني عشان الوقت، انا حاسس ان احنا طولنا عندهم قوي. الادوات احنا ممكن اللي نعمله حاليا بقى، هاخد المشهد ده كوبي وهنعمل الكاميرا بالترانزيشن بتاع الكاميرا اللي نقلنا على المشهد التاني. عندهم اوكي الادوات. المشهد التاني نفس الفكره، يعني المشهد التاني اهو زي ما انتم شايفين نفس الفكره، جبنا المخ ده عملناه بنفس فكره اللابتوب هو والورقه، وبدانا ان احنا نكتب عادي خالص. تمام. ال انيميشن الكتابه اللي هنا ده اسمه سلايد اند بوب ان، هتلاقيه في الافكتس. لو دخلت كده على الافكتس كتبت سلايد هتلاقيه اهو سلايد اند بوب ان، هتجيبه على الكتابه بتاعتك هتبدا يديك افكت الكتابه ده اللي هي بتنزل كلمه كلمه كده. اوكي تعالوا بقى نرجع بس للمشهد بتاعنا ده، نشوف بقى عملنا ازاي الكاميرا اللي هنا دي والترانزيشن ده، ترانزيشن والمعرفه اللازم. اوكي طيب اول حاجه طبعا عاملين كل عناصرنا 3 دي، هنعمل كمان الشادو اللي معانا ده 3 دي، طبعا طلع لفوق فهنمسكه كده ونبدا نرجعه ورا العناصر بتاعتنا بالشكل ده. اوكي ونيجي كده نعمل نيو ونعمل كاميرا. اوكي تمام. هنيجي عندهم الادوات لحد هنا، حد كلمة الادوات ما خلصت، هنفتح الكاميرا ترانسفورم، هنيجي على كل الاكسس كده نعمل لها كي فريم، ونيجي في الاول وهنزق الكاميرا لقدام شوية كده مثلا، وهنبدأ نمسك الكي فريمز بتاعتنا ونعمل لها ايز وجراف. عندهم الادوات عشان تبقى بالشكل ده. اوكي عندهم الادوات والمعرفه اللازم. عندهم الادوات والمعرفه. طيب المشهد التاني المفروض من اول هنا، فانا مبدئيا هاجي اقطع المشهد بتاعي الاساسي لحد هنا الاولاني ده، هبدأ ان انا اقطعه كده، قلت له شيفت دي وامسح كله. تمام عشان نبدأ نعمل ترانزيشن هنا ونروح على المشهد التاني. تمام جدا انا جهزت المشهد التاني اهو. تمام بس في تريكايه مهمه قوي، انا مسحت الكي فريم اللي انا عامله قبل ما اظبط المشهد عشان اوريكم. هتيجي الاول قبل ما تضيف العناصر نقطه مهمه جدا، وهي ان انت وصلت هنا اهو. عندهم الادوات احنا قاطعين هنا قبل ما نقطع بيكون الكي فريم بتاعنا، وبعد ما بنقطع مثلا برضو بناخد مثلا 5 كي فريم كده ولا حاجه، ونبدا ان احنا نروح يمين شويه. تمام ونبدا نبني المشهد بتاعنا على الزاويه اللي احنا رحنا عليها دي اهو. نبدا عنصر عنصر كده، انا بدات بنيته عادي خالص، جبت الكتاب او الورقه اللي انا جايبها دي والمخ بدات اوزعه برضو بالشكل ده. طبعا المخ ده الاول دخلت كومبوزيشن، عملته في كومبوزيشن، فين هو؟ عملته في كومبوزيشن، عملت له الترانزيشن ده اهو زي ما عملنا لللابتوب. بعد كده جبتهم بدات وزعتهم هنا وكتبت، وزي ما قلت لكم ترانزيشن الكتابه ده اسمه سلايد اند بوب ان. اوكي طبعا دلوقتي كده لو بصينا والمعرفه اللازم حلو هتلاقي بالشكل ده، بس مش سلسه يعني، في كده احساس القطعه قوي قوي يعني. عندهم الادوات معرفه اللازم. عندهم الادوات والمعرفه اللازم. طب عايزينها تبقى انعم شويه، فهنعمل ايه؟ اول حاجه هنروح نعمل نيو ادجستمنت لاير، هنيجي على الادجستمنت لاير ده ونضيف بلور دايركشنال بلور اهو. اوكي هنبدا نعلي كده الدايركشنال بلور ده، ونبدا نغير الزاويه بتاعته تكون مع اتجاه الحركه بتاعنا. الحركه الجايه كده فنخليها، لو الحركه لفوق او لتحت فهنخلي الاتجاه البلور لفوق ولتحت، لا الحركه بالجنب فهنخلي اتجاه الحركه كده بالشكل ده. اوكي وبعد كده هنيجي عند في النص هنا بالظبط، المفروض عند مكان القطعه، ونبدا نعمل كي فريم على الدايركشن ده، او نفتح كده اهو الافكتس الدايركشن، نبدا نعمل كي فريم. تمام وكي فريم على البلور،
المهم كي فريم على البلور اصلا مش مهم على الدايركشن، المهم. ونيجي هنا عند قبل الحركه على طول اللي احنا عملناها دي، ونبدا نخلي البلور ده 0. ونيجي هنا بعد ما المشهد ظهر معانا كامل كده نبدا نخلي برضو البلور ده 0. اوكي، عشان يبقى معانا والمعرفة اللازم بالشكل ده. والمعرفة اللازم تمام، ممكن نضيق كمان شويه. والمعرفة اللازم ايوه كده مثلا، عندهم الأدوات والمعرفة اللازمة عشان يبدا يعمل معانا الترانزيشن عندهم النقله دي. الأدوات والمعرفة اللازمة لتقييم الفرص طيب نقلنا على المشهد الثاني. عندهم لو الأدوات. ملاحظ في المشهد بتاعنا الاساسي كان فيه، بص، عندهم الأدوات والمعرفة اللازمة لتقييم الفرص. بعد كده تقييم فرص استثماريه حصل زوم ان تاني. فالزوم ان ده بسيط جدا، هنيجي نعمل نل نيو نل اوبجكت. اوكي، نجيبها كده نربط الكاميرا بيها. تمام، ونخليها 3 دي، ونيجي نفتحها كده، نفتح الترانسفورم بتاعها، ونيجي أدوات والمعرفة اللازمة لتقييم عند كلمه اول ما يبدا يقول له تقييم. لازمة لتقييم اول ما يبدا يقول له تقييم هنبدا ان احنا نعمل كي فريم. لتقييم الفرص الاستثمارية. تمام، ونبدا ان احنا نزوم بالشكل ده مثلا، ونبدا نحدد عليهم هما الاثنين ونعمل لهم ايز. طبعا برضو الكي فريمات اللي هنا كده كده انا معمول لها ايز، بس نحدد عليهم تاني اهو. والمعرفة اللازمة لتقييم الفرص الاستثمارية. بدات متاخر شويه، ممكن نبدا نمسك الكي فريمز ونسحبهم كده. لازمة لتقييم الفرص الاستثمارية تمام، نفس الكلام هنا. الكي فريمز دي بقى نبعدها شويه كده عشان يفضل في حركه اطول مده ممكنه في الانيميشن بتاعنا. عندهم الأدوات والمعرفة اللازمة لتقييم الفرص الاستثمارية. ممكن نشد الكي فريم دي لحد الكي فريم التانية ما هتبدا. عندهم الأدوات والمعرفة اللازمة لتقييم الفرص. تمام، طبعا بدات تبقى ابطا في الاول، فاحنا ممكن نحدد عليهم ونبدا نسرع الجراف بتاعنا من الاول خالص عشان والمعرفة اللازمة لتقييم ينقل بسرعه كده. والمعرفة اللازمة لتقييم الفرص الاستثمارية. تمام، طيب رسمه الجراف دلوقتي عامله ازاي؟ عشان لو حد ما نزلش الكي فريم وينج، بص كده لو دخلنا على الجراف، رسمه الجراف دلوقتي المفروض تبقى في اعلى درجات. تعالوا نحاول نظبطها كده اكتر من قدام. المهم ان هي هنا عندهم الادوات والمعرفة اهو. عند دي ممكن نسرعها اكتر كمان في الاول. تعالوا نبص كده على المشهد بتاعنا. عندهم الادوات والمعرفة اللازمة لتقييم الفرص الاستثمارية بشكل صحيح. تمام، عندهم الادوات والمعرفة اللازمة لتقييم الفرص الاستثمارية بشكل صحيح. موضوع بسيط جدا عندهم جدا. الادوات والمعرفة اللازمة لتقييم الفرص الاستثمارية بشكل صحيح. موضوع بسيط جدا جدا. هو بس عايزك ايه، تجرب شويه. والستايل ده اصلا خفيف قوي، وفي نفس الوقت شكله بيبقى حلو مع انه خفيف جدا. يعني انت يا دوب هترص كام عنصر سيدي على حسب طبعا المشهد اللي انت عايزه. تحاول تبدا تظبط الكومبوزيشن بتاعك كده يكون شكله يعني ايه، منمق. اوكي، طبعا ما تضربليش بقى الوان ولا قصص ولا حوارات. هو بيكون يعني سر الستايل ده حرفيا المينيماليست، ان هو يكون مينيماليست كده هادي خالص، مفيهوش الوانات كتير. الدنيا تكون في البسيط منه. طيب في حاجه كمان، نقطه مهمه قوي، العناصر القريبه قوي والبعيده قوي نبدا نضيف عليها بلور. يعني احنا هنيجي هنا مثلا، ده عنصر المفروض ان هو بعيد شويه عن باقي العناصر، فهنيجي نبدا كده نجيب بلور. نروح هنا نجيب جاوزن بلور، نبدا نعلي الجاوزن بلور شويه، مش نسبه عاليه قوي يعني كده مثلا. ناخد ده كوبي ونشوف اقرب عنصر معانا اللي هو ده، ونبدأ برضو نضيف له بلور بالشكل ده عشان يدينا كده ديبس اكتر. نفس الكلام هنا مثلا، عندنا ده قريب قوي وده بعيد قوي. تمام، فاحنا ممكن ايه، دول نضيف عليهم نفس النسبة. وفي ده يعني بعيد برضو بس مش بعيد قوي، ممكن نبقى نضيف بس نسبة اقل. تمام، طبعا انا كنت ضايف هنا شوية افكتس على المخ نفسه، ان انا مقلل الساتوريشن بتاعه شوية، وضايف شوية نويز عشان يدي جو عام كده، يقلل اللون بتاعه. لان زي ما انت شفت اللون بتاعه فين كان فاقع قوي، فعشان اقلله ضفت هيو اند ساتوريشن. قللت الهيو اند ساتوريشن وضفت نويز وفينتج. تمام، النويز وفينتج دول بيعملوا ايه؟ النويز ده بيضيف نويز كده للعنصر اللي عندك، بيخليه اكتر واقعية شوية. تمام، والفينتج ده بيديله غمقان كده، او الفينيت يعني يكون نطقه ايه. يعني ممكن نروح نعمل adjustment layer تاني.
ممكن نضيف عليه فلتر نويز فينيت، نكتب في ينزل كده هنلاقي هنا في افكت معمول اسمه نويزي فينيت، ده نختاره. تمام، هيبدأ يضيف لنا الفينيت ونويز بالشكل ده. طبعا النويز مثلا ممكن نخليه 3 نقلله جدا، او ممكن 4. اوكي. وممكن الاماونت بتاع الفينيت ده نقلله برضو شوية، وممكن ناخد العلامة بتاعت الفينيت دي نخليها يعني رايحة ناحية النص كده. تمام، تبدأ تدينا مود كده للفيديو اكتر زي ما انت شايف. عندهم الادوات والمعرفه اللازمه لتقييم الفرص. والنويز دي بتدي تكتشر كده في الباك جراوند، بتدي خشونة كده في الفيديو، بيكون شكلها حلو يعني. لو شفت كده عندهم الادوات زي ما انت ملاحظ في تكتشر كده، لو مش موجودة بص. تعال نبص مرة أخيرة. عندهم الادوات والمعرفه اللازمه لتقييم الفرص الاستثماريه بشكل صحيح.